عليكم. اهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير، تكونوا في احوال جيده ان شاء الله باذن الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه اللي رائعه، وصفه ديال مسمن بالزيتون، كيجي صراحه رائع. غادي نبدا معكم ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير، وغتشوفوا معي كيجي رائع، فنتمنى ان شاء الله يعجبكم. عندي هنايا غناخذ الاناء اللي غادي نغسل فيه، وغادي ناخذ بسم الله دقيق الفورس اللي كيكون ضروري كنكونوا مغربلينه من قبل. هنا خديت زلافه، وناخذ زلافه ونص، ناخذ زلافه ونص من الفورس، وغناخذ نفس الكميه من دقيق الفينو. عندي هنايا زلافه ونص من دقيق الفينو، ضروري كنكونوا مغربلين الدقيق. فعندي هنايا زلافة ونص من دقيق الفرص وزلافة ونص من دقيق الفينو. فبما ان الجو سخون والجو حار في هذا الوقت في فصل الصيف، غادي نضيف غير القليل من الخميره ديال الخبز عفوا. وغادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال السكر سنيده، يمكن لكم تعوضوها بالعسل، ما كاينش اشكال. وغادي نضيفوا الملح دائما حسب الذوق. غادي نخلط هاد المكونات. فهنا غادي نوضع غادي نوضع العجين انها تعجن. كنضيفو الماء تدريجيا. عجينه مسمن عاديه، ما كاينش العجينه المسمن اللي كنعجنو عاديه. غادي نعجن العجين ونرجع معكم. فالعجينه ديالي هنايا من بعد ما بعد ما كتعجن، غادي نجمعها وغادي نخليها جانبا كترتاح. ندهنها بقليل من الزيت، وغادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها كترتاح غير واحد 5 دقائق ونرجع لها. فهنا من بعد ما خلينا العجين كترتاح، هنايا خديت الزيتون، الزيتون الاسود، سواء كتاخذوا هذا وكتزولوا داك العظم اللي كيكون، اولا كتاخذوا داك اللي كيكون مقطع طريفات، اللي كيكون مقطع دوائر، هذاك صافي كتوضعوه. هذاك غادي نديرو هنايا، ناخذ هشوار، غادي نضيفو في الهشوار، وغادي ندير عليه الجبن او الفرماج، الجبن او الفرماج، المهم اللي متوفر عندكم. انا غندير هنايا 4 ديال القطع ديال الفرماج. وغادي نضيف هنايا القليل من الزعتر، وغادي نضيف زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. وغادي نطحن الكل جيدا، كنطحنهم. نطحن على هذا القوام هذا. هنا العجين ديالي بعد ما نخليها كترتاح، غادي نقطعها على شكل كويرات.
انا من بعد ما كملت يعني شكلت هاد المسمن على شكل كويرات. هنايا عندي القليل من دقيق الفينو، وغادي ناخذ واحد خماره، غادي ناخذ واحد الملعقه وندير واحد الملعقه صغيره من نخلطها معها. غادي نخليها جانبا، وناخذ سلافه غادي نوضع فيها الزيت ونحطها حتى هي جانبا. وعندي هنايا خليط ما بين الزيت والزبده اللي كنكون ذوبت ديك الزبده وكندير معها يعني قليل من الزيت غير باش كذوب. ندوز دابا لطريقه التحضير. هنا نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبداو ناخذ الزيت اللي غادي ندهنو به سطح العمل بعد ما كنكون يعني غسلته مزيان ومسحته. بسم الله. وغادي ناخذ قليل من الزبده والزيت كنرشو بهم هما الاولين، وكناخذ القليل من هاد العجين ديال الزيتون كنضيف القليل من يعني واحد الرشيشه خفيفه يمكن تستغناو عليها كاع ديال الدقيق الفينو مع الخماره. وغادي نبدا نطوي. بهذا الشكل هذا ونحطوها على اللبن. ونضيفو العجين ديال الزيتون. وهنا غادي ندير معكم وحده على شكل ملوي ديال الزيتون اللي بدات معكم شكل على هذا الشكل ديال مسمن المربع. دابا غنديرو على شكل ملوي. نفرحوا العجين مزيان.
غادي ندير لهم يعني نفس الطريقه الاولى. وغادي نبدا كنجمع على هذا الشكل هذا. كنجمعوا على الشكل وما كنزيروش، غير كنرخفوا، كنخليو يدينا ملخوفه. على هذا الشكل. هنا من بعد ما ساليت يعني ساليت التوراق ديال هذا المسمن ديالي، غادي نمشي ناخذ اول المسمنه اللي بديت بها. بسم الله. وغادي نورقها. في هذا الاثناء وضعت المقله ديالي كتسخن، كنورقو غير بشويه باش ما كيتقطعش لينا المسمن مع دوك الطريفات ديال الزيتون. في هذا الاثناء غادي ناخذ المسمنه ديالي نوضعها في المقله اللي كتكون سخونه. ففي هذا الاثناء اللي كيكون كيطيب كتكون ديك الرائحه ديال الزيتون طالعه، كتكون رائعه. وهذه المسمنه الثانيه. هنا غادي ندير يعني النوع الثاني الملويه. بعد ما ساليت الطياب ديال المسمن ديالي كامل، فراه ما شاء الله ب3 زلايف من الدقيق خرجت لي هاد الكميه كامله ما بين المسمن والملوي. كيجي صراحه رائع كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي محمر. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. اهلا بكم. ندوزو معنا لتحضير الفيديو ديال الكيك اليومي اللي كيجي صراحه رائع وسهل. المهم مفيش مقادير بزاف. اول حاجه غناخذ المول هو الاول. غادي ندهنو قليل من الزبده. هنا من بعد ما دهنت المول ديالي غادي ندخلو للثلاجه وغادي نشعل الفران عاد باش غادي نبدا يعني في التحضير ديال الكيك. هنا من بعد ما شعلت الفران دابا ان شاء الله غادي ندوزو في التحضير ديال الكيك. غناخذ عندي هنايا 2 ديال البيضات من الحجم الكبير، الا كانوا صغارين كتاخذوا 3 ديال الحبات. بسم الله.
وغادي ناخد واحد جوج ديال لي ساشي ديال السكر الفاني. يمكن لكم ديروا غير وحده. وغادي نضيف كاس ديال السكر. نحط هذا السكر مع البيض جيدا. وغادي نضيف كاس من الزيت ما كيكونش عامر. كاس من الزيت ما عامرش كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نزيد نضرب. وغادي نضيف كاس ديال الحليب. نفس الكاس اللي كنعبروا به السكر والزيت كنعبروا به حتى الحليب. كاس ما عامرش يمكن لكم هذا الكاس تعوضوه بالماء حتى هي راه كتجي رائعه وكتجي اقتصاديه. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق يعني تدريجيا. الدقيق كيكون من قبل مغربل. وغادي نضيف جوج ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. انا غادي نزيد غير واحد شويه تقريبا نزيد واحد الملعقه. يعني الا كانت خفيفه بزاف يعني راه دغيا واخا كتطلع في الفران كتعاود تهبط. اما الا كانت ثقيله بحال ما هكذا يعني يعني ملي كديروا خطوط بهذا العجين يعني ما كتمشيش دغيا كتبقى واحد شويه عاد باش كتمشي. ففي هذه الاثناء غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه من الخل. وغادي نخلط جيدا.
وغادي نجيب الاناء اللي دخلت للثلاجه، وفي هذا الاثناء غنخرج المول من الثلاجه وغادي نفرغ فيه هذا الخليط. يعني بالتساوي. هنا بعد ما فرغتها غادي ندخلها للفران اللي كتكون يعني نار متوسطه وكيكون سخون من قبل. الكيك ديالي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران كنخليها حتى كتبرد، هذا باش كنزولها من المول باش ما كتفرتتش معايا، راه ما شاء الله كتجي رطبه. وهنايا غادي نزينها بالقليل من يعني ممكن لكم ندهنوا لها الوجه ديالها يا اما بالكونفيتور اولا بالعسل، يعني لكم الاختيار. انا غادي ندهن لها غير هاد الجوانب اللي هنايا، واما التزيين كيبقى دائما حسب الاختيار ديالكم. وغادي نضيف عليها القليل من الكوك، غادي نضيفو غير هنايا في هاد البلاصه اللي دهنت. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي صراحه رائعه. وانتم كتشوفوا دائما تزين على حسب الاختيار، ممكن لكم تضيفوا لها شوكولا، ممكن تضيفوا لها كاوكاو كونكاسي، او تضيفوا لها اللوز ايفيلي. معكم باش تشوفوا كيفاش جات. شوفوا معايا ما شاء الله الموس دغيا كيمشي. شوفوا معايا الهشاشه اللي فيها. ان شاء الله تعجبكم ونتمنىكم تجربوها. السلام عليكم، اهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو اخر، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الخبز، خبز التفراوت او خبز التفرنوت في كل بلاصه كيفاش كيسميو. في الدار كيجي صراحه زوين. وغنبدا معكم بالطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندي هنايا غناخذ زلافه من دقيق الفورس الابيض. دقيق اللي كيكون مغربل من قبل. انا غندير معكم كميه، الا بغيتوها اكثر كدوبلوا الكميه هنايا. وغادي نضيف نص زلافه ديال دقيق الفينو، وغادي نضيف عندي هنايا الخميره ونقلل من السكر. عندي هنايا الملح. غادي نخلط العناصر. هنا بعد ما خلطت هاد العناصر يعني الدقيق مع الخميره والملح والسكر، غادي نضيف عليهم الماء تدريجيا، وغادي نديرهم في العجانه كيتعجنوا. والعجينه ديالهم كتكون خفيفه، ما كتكونش قاصحه بتاتا، باش العجينه هي كتصدق، باش كتصدق لينا وهي كتعطينا الطعم. غادي نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش غادي يكون. غادي نعجنها ونرجع معكم. العجين كتكون على هذا الشكل هذا، كتكون خفيفه كما كتشوفوا معايا. اليد ديالي كندهنها بالزيت عاد باش كنقيس العجينه. هنا من بعد ما دهنت اليدين ديالي جيدا بالزيت، هنا غادي نشكل هذا العجين على شكل كويرات كيف ما كتشوفوا معايا. دائما كنستعملوا يعني بالزيت، لان العجينه كتكون كتلصق في اليدين.
فهنا من بعد ما كنشكل المكورات بالزيت كناخد سطح العمل او اناء كنوضع فيه دقيق الفينو وكنقرصهم كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. يعني باش كنحاول انني نديرهم رقاق ما نخليهمش غلاظين. فهاد الاثناء راني وضعت الحجر كيسخن في المقله. هذا الحجر اللي كتشوفوا معايا هذا اللي كيكون سواء هذا او اللي كيكون داك اللي كيكون ملس كيكون دائما كيكون كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مواد البناء تلقاوه عندهم. هنا وضعته كيسخن جيدا لانه غادي نطيبوا هذا الخبز غير فوق من الحجر ما غاديش يوصل للنار لتحت. كيسخن جيدا. الخبز ديالي غير كنقرصو ما كنخليهش يرتاح بزاف. صافي غير كنقرصو وكنبدا نطيب فيه مباشره ما كنخليهش بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ وحده وكنوضعوها فوق من الحجر كنخليوها حتى كتنفخ جيدا وكنقلبوها للوجه الاخر حتى كتنفخ وكتحمر من التحت. عاد كنقلبوها للوجه الاخر كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو العجين كامل. فهنا كنخلوها الوقت الكافي يعني باش كتحمر من التحت. داك الحجر اللي كيسخن يعني كيحمر لينا هذيك الخبزه من التحت. ملي غادي نقلب فراه باقا مازال يعني ما تحمراتش كنخليها حتى كتحمر على خاطرها. باقي مازال ما تحمراتش. هنا من بعد ما كتحمر كنقلبها للوجه الاخر حتى هي. فهنا من بعد ما كنوضعوا هاد الخبزه فوق من هاد الحجر. هاد الحجر دويت لكم عليه ولكن ملي جيت كنشوف الفيديو كنلقى المقطع ما تسجلش. هاد الحجر كيكون عند الناس اللي كيبيعوا مواد ديال البناء كيكون عندهم آه، يعني كتلقاو عندهم. لقيتو هذا مزيان ما لقيتوش يعني الا لقيتو الاخر اللي كيكون ملس حتى هو كيكون من الاحسن. فهنايا من بعد ما كنوضعها كنخليها حتى كتنشف تماما من الوجه ديالها كنبقى نقلب غير من الجوانب واش تحمرات او باقي يعني حتى كتحمر عاد باش كنقلبها للوجه الاخر. فهنا من بعد ما كتحمر كنقلبوها للوجه الاخر. من الاحسن انكم تسووها من الدقيق مزيان باش ما تطلعش لكم هاد الدخان اللي كيطلع لي انا حيت داك الدقيق كيطيح في المقله النيشان. وغنخليها حتى تحمر من الوجه الاخر صافي يكون زوينه. لان من بعد ما كيطيب راه ما شاء الله كيجي فتي وكيجي زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ونتمنى يعجبكم. اهلا بكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى لكم تكونوا بخير ان شاء الله. غادي نوجد معكم اليوم بطبوط اللي كيكون فتي ورطب واحد المكون اللي كيخليه كيجي فيه واحد الرطوبيه كيجي صراحه رائع. غادي نبدا معكم بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي ناخذ واحد لوبو او الاناء اللي غادي نعجنو فيه. غادي نضيف فيه زلافه ديال الدقيق الابيض. زلافه من الدقيق الابيض وغنزيد نصف زلافه يعني المجموع ديال الدقيق الابيض زلافه ونصف. وغادي نضيف الدقيق يعني الفينو زلافه. نخلط الدقيق وعندي هنايا القليل من يعني السكر والخميره. لكم تضيفوا الخميره حبوب والملح. الملح دائما حسب الذوق. وغادي نضيف السر اللي كيخليه كيجي يعني رطب هو ساشي ديال الخميره ديال الحلويات غادي نضيفها. وغادي نضيف عليهم الماء ونوضعهم كيتعجنوا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه من بعد ما كتعجن العجينه كتكون رطبه. غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغنخليها كتخمر الخميره الاولى. البطبوط دائما كيبغي يخمر المره الاولى
عاده باش يتكرس ويعاود يخمر عاوتاني مره ثانيه. غادي نخليها واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه ونرجع معكم. بعد ما ارتاح لينا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا العجين ما شاء الله ولا رطب، غادي نوضعوه هنا وغادي نشكلو كويرات ونخليه يرتاح. نشكلهم على شكل كويرات. هنا كناخذ اول وحده اللي بديت بها وكنستعمل الدقيق الابيض وغادي نبدا كنكرس. هنا من بعد ما كرستهم غنخليهم يعاودوا يخمروا المره الثانيه، غنغطيهم ونخليهم تقريبا حتى كيخمروا ونرجع معكم باش نطيبهم ان شاء الله. فهنا من بعد ما كتسخن لي المقله ديالي كنوضعها كتسخن. هنا من بعد ما كيكون الطبيخ ديالي راه خمر غادي نديرو فوق النار اللي كتكون المقله سخونه ونار متوسطه، ما كتكونش مجهده وما كتكونش ناقصه. هنا مباشره من بعد ما كنلوحها كتكون المقله سخونه كيخصني نقلبها.
فانا كيف ما كتشوفوا معايا راه تبارك الله ما شاء الله دغيا كيتنفخ. فشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي محمر. غادي نزولها ونوضع الثانيه. غير كنوضعها مباشره كنقلبها لان المقله كتكون سخونه باش ما كديرش هذوك يعني هذوك الفقاعات، كيجي المنظر ديالها ما زوينش. فما شاء الله كيكون رطب. وغادي نزولها. كما التخبيط ديالنا شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيكون رطب ومحلول من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. معكم وحده راه ما شاء الله كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. نكون تجربوا ان شاء الله هذه الطريقه. مرحبا بكم معايا في فيديو اخر. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم البغرير منزلي كيجي صراحه رائع بحال ديال الزنقه، كيجي زوين. فعندي هنايا في المكونات عندي زلافه من دقيق الفينو، هنايا الملح عفوا الخميره والملح والماء دافي، وعندي جوج ديال لي ساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام المجموع 16 غرام. وندوزو على بركه الله. غناخذ الكاس ديال المولينكس او اي طراب عندكم. غادي نضيف فيه جوج كؤوس ديال الماء دافي، ملي كيكون دافي. الكاس الاول، الكاس الثاني، وغادي نضيف هذا الدقيق الفينو.
هنا خلطت الخليط باش ما يتقلش لي المكسور، باش نشوفوا القوام ديالو واش غيخصو الماء. غادي نزيدو واحد نصف كاس ديال الماء، نصف كاس. وغادي ندير الملح، الملح حسب الذوق. يمكن لكم تخلطوا في شي اناء عاد باش تضيفوا هنايا في الكاس ديال العازر. وغادي ندير معلقه كبيره من يعني من الخميره، وغادي نضيف هاد الساشي ديال الخميره، جوج من فئه 8 غرام من مجموع 16 غرام. وغادي نوضعهم يعني كيطحنوا حتى كيطحن جيدا، يعني ما كيبقاش هذاك يعني ما كيبقاش دوك الحبيبات. ونوريكم القوام كيفاش خاصو يكون. فهنا من بعد ما طحنتو فشوفوا معايا القوام اللي خاصو يكون فيه، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف ما كيكونش خفيف. غادي نضيف هنايا واحد الملعقه من الخل، اي خل متوفر، وغادي نعاود نطحن. فهنا عاودت طحنته من بعد ما ضفت ليه الخل. غادي نغطيه ونخليه غير واحد 5 دقائق، غير على ما سخنت ليا المقله. ما غنخليه يختمر ما والو، الجو اصلا دابا سخون. واصلا حتى في الجو، حتى في يعني في فصل الشتاء الجو اللي كيكون بارد ما كنخمروش، اون فوا كنخلطو مباشره كندوز نطيب. غادي نوضع المقله ديالي تسخن ونرجع معكم. هنا بسم الله، من بعد ما كتسخن ليا المقله ديالي جيدا غادي نفرغ فيها الخليط. بسم الله. هنا ما شاء الله كيجي كله مخرج وكيجي زوين وكيجي محمر.
هنا البغيره ديالي ها هو ساليته طاب، راه ما شاء الله كيجي محمر ما كتشوفوا معايا، محمر وكله مخرج ما شاء الله، ما كنخليه يخمر ما والو، وكيجي رائع كيف ما كتشوفوا. كنتمنى انه يعجبكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله انكم ما تنسونيش من اللايك ديالكم، وما تنسوش انكم تدعموا قناتي باشتراك او لايك الى عجبكم المحتوى. شكرا لكم، السلام عليكم. في فيديو جديد غادي نوجد معكم الخبز الماوي او المخنفر، يجي صراحه رائع. وعندي في المكونات عندي هنايا زلافه من دقيق الفينو، زلافه اللي كتكون عامره، وعندي زلافه ما عامراش من دقيق الفورص، يعني كيكون الفينو غالب على الفورص، يعني ما كيكونوش قطقط، الفينو كيكون اكثر من الفورص. مثلا درت 2 كؤوس من الفينو وكاس ونص من الدقيق الابيض فورص. عندي هنايا معلقه من الخميره ديال الخبز، وجوج ديال الساشي من فئه 8 غرام من مجموع 16 غرام ديال خميره الحلويات، عندي معلقه من السكر والملح حسب الذوق والماء. نبدا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ هاد الاناء، غادي نضيف هاد الدقيق الفينو، وغادي نضيف الدقيق الابيض، غادي نضيف الملح حسب الذوق، وغادي ندير واحد الملعقه من السكر سنيده، وغادي نضيف هاد لي ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، غادي نخلط هاد المكونات. ومع عندي هاد الخميره غادي نخلطها هنا مع الماء هذا باش نضيفها. غادي نضيف عليها واحد القليل من الماء غير باش نذوب. هنا من بعد ما يعني كتذوب ليا هاد الخميره غادي نضيفها على هاد الخليط، وغادي نضيف الماء. بسم الله. في الكأس الاول، الكأس الثاني، هذا كأس كبير كيهز ليا 2 كؤوس من الكيسان صغار. ضفت هنايا 2، غادي نخلط ونشوف القوام كيفاش باش خاصني نزيد. غادي نزيد نصف كأس. فهنا القوام يعني باقي ثقيل. غادي نضيف نصف الكأس ديال الكأس الثالث. دابا هنايا ضفت 3 ديال الكؤوس. هنا خدا معايا 3 ديال الكؤوس كبار ونص، غنضيف النصف في الاخر، وغادي نخلط جيدا. الى عندكم البغا ميكسور يمكن لكم انكم تطحنوه يعني في نفس الاناء اللي خلطتو فيه. ما كانش بغا ميكسور انا غنديرو في الكاس ديال العصير، وغادي نطحنو جيدا ونرجع معكم. غادي نفرغو في الكاس ديال العصير. هنا من بعد ما طحنته جيدا غادي نفرغو في الاناء اللي كان فيه، وغادي نغطيه ونخليه كيختمر، يعني حتى كيبدا الحجم ديالو كيخمر مزيان، ونرجع معكم. هنا كنوضع المقله ديالي حتى كتسخن، كندهنها بالزيت. هنا بعد ما كيختمر ليا هاد العجينه ديالي، وغادي نخلط جيدا. وغادي نخليها حتى كتنشف.
في هذا الاثناء غادي نضيف عليها نرشه دقايق من الزيت، وغادي ندورها للوجه الاخر. انا في هذا الاثناء دايره جوج ديال المقلات، يعني باش كنربح الوقت وكنطيب دغيا. نحمرها من الوجه الاخر حيت ما تحمرش لي مزيان. من بعد كنزولها وكنعاود ندهن المقله ديالي. غنكمل هاد المقلات هادي اخر الصيلات. ونخلط ديالنا من بعد ما ساليته في الطياب. فكيف ما كتشوفوا معايا كيف ما كيجي محمر كيجي رائع وكيجي رطب. كنتمنى ان يعجبكم. السلام عليكم.